كابتن نصيحة منك، شنو أضرار الكحول على لاعب كمال الأجسام؟ الله يوفقك. من أخيس الأشياء اللي ممكن مو بس لاعب كمال الأجسام، أي إنسان، الكحول بعيد عن الجزء يعني ما راح نحكي حلال وحرام حاليا، لأن هذا الموضوع كواجبي كمدرب ما راح أتدخل به، لكن راح أقول لكم عليه إنه الكحول من أكثر الأشياء اللي تدمر حياتك، تدمر مشاعرك وتدمر هرموناتك وتدمر عضلاتك، لانه تكسر البروتين وتقلل من طاقتك وتضعف من قدرتك على انك تقرر قرارات بها معنى. يعني مشكله الكحول انه يخلي الناس عندها جرأة ما تكون جيده. يعني انت بالعاده اكو عندك جزء يسمونه كونشس، انه انا مثلا انا يكون يم حفره واقول هاي الحفره اذا انا حمار راح اقمز بيها. بس من الواحد يكون سكران، هذا الجزء انت تعرف الضرر، مو ما تعرف الضرر منها، مو ما تعرف، انت بعقلك تقول اوكي انا اذا قمزت بهاي الحفره هسه ممكن اموت، لكن الجرأة عندك ترتفع الى درجه انه ممكن تاخذ هذا القرار الخايس. فبعيدا عن كل الاشياء تتعلق بكمال الاجسام، الكحول ماكو واحد يشرب شفت حياته عدله. لا صديق ولا اخ ولا واحد ولا مخلوق بحياتي شفته يشرب حياته جيده. والناس تجيب لك سيره والله هذا الممثل كان لازم ويسكي ويشربه، بس لانه هو ممثل وعنده 700 مليار دولار بالبنك اكاونت مالته مو معناها انه هو شخص حياته اليوميه مركز بيها وقاعد يعرف شو يسوي. الكحول ويا عضلاتك دمار. اولا انت كرياضي احتاج لياقه دائمه، الكحول وجزء الهانج اوفر